الكيكه الاسفنجيه من اسهل انواع الحلويات اللي تعمليها. بتبقى سهله وبسيطه، ما بتاخدش اي وقت ولا اي مكونات كتير. الكيكه عايزاها تبقى مظبوطه، هاتي سبونش جاهز او صغري الصينيه وانت بتحطي المكونات علشان خاطر الارتفاع بتاعها يبقى عالي، او كتري المقدار اللي هتعمليه. انا معايا صينيه مقاس 26، هحط لها 3 بيضات بدرجه حراره المطبخ، وكيس فانيليا، ونص ليمون، وهضربها في الخلاط لما لونها يتغير. انا عايزه الخليط يبقى لونه ابيض. الكوبايه اللي هنستخدم بيها السكر هي اللي نستخدم بيها الدقيق، وهحط بقى كوبايه ميه. حطيت كوبايه السكر وكوبايه الميه والكيس كيك شيف، هضربهم في الخلاط. اهم حاجه في الكيكه المرحله اللي بتضربي فيها المواد السائله مع بعضها والخليط السائل مع بعض. وبعد كده اول ما تحطي الدقيق يا دوب بس تدخلي الدقيق مع المكونات السائله دي. تدخلي الدقيق مع الخليط. هتضيفي معلقتين 2 خل. الخل بيخلي الارتفاع بتاع الكيكه يثبت، يعني ما تهبطش في الفرن، وبيخلي لون الكيكه يبقى ابيض، ما يتغيرش لونها يبقى اصفر. ضفت المعلقتين الخل مع الدقيق وكل المكونات ضربتها مع بعضها كده، قلبتها بس مع بعضها، وضفت المكونات في الصينيه. الصينيه انا دهنها سمنه او حاطه فيها ورقه زبده، وبعد كده بخله او اخبطها في الرخامه خبطتين علشان الهواء. هكون مولعه الفرن اول ما ابدا شغلي في الكيكه. هحط الكيكه في الرف الوسطاني 3/4 ساعه، وبعد كده اخرجها تبرد. اعمل فيها سكوب علشان اسقيها لبن او ميه. لبن هتحليه بمعلقتين سكر وتسقيه، او ميه هتحليها معلقتين سكر تسقيها. هي طالما شربت اللبن كده يبقى التسويه بتاعتها مظبوطه، يبقى هي مستويه صح والكيكه صح. هتبات، وبعد كده تاكلي منها تاني يوم. اي انواع حلويات تعمليها بيتيها وتاكلي منها تاني يوم بيبقى طعمها حلو زي اللي بنشتري من الحلواني. ده كان فيديو النهارده، واشوفكم في فيديو جديد.